سافر يشتغل بره وأنا فكرته طافح الكوتة وبيصعب عليا حاله، وبقول الله يكون في عونه ويقويه، ومستحملة بعده عني علشان لقمة العيش. لكن عرفت بعد كده من إهماله ليا وقلة مكالماته إنه اتجوز أجنبية وعنده ولدين منها كمان. نجلاء رفعت قضية خلع على جوزها المغترب اللي استنته العمر كله، وفي الآخر باعها وقضت حياتها كلها مستنياه. ايه اللي مرت بيه نجلاء وكان السبب في سوء حالتها النفسية وصدمتها، وليه زوجها باعها كده؟ اعرفي التفاصيل وحطي عينك في وسط راسك لو جوزك مغترب، فيا ترى حكايتها ايه؟ استنيته 7 سنين، 7 سنين من عمري بصبر نفسي واقول معلش يا نجلاء استحملي، فاتك كتير ما بقاش الا القليل. 7 سنين عدوا عليا وانا شايفة اللي في سني متجوزين ومستقرين وعملوا بيت وأسرة، لكن علشان كنت بحبه استنيت ورفضت عرسان كتير علشانه. بصدمة ما كانتش تتوقعها نجلاء من اللي حبته وارتبطت بيه إنه يبيعها ويكون هو السبب في تدميرها بعد ما كان هو الحلو اللي في حياتها. لكن بسبب اللي مرت بيه قواها وقررت نجلاء ترفع قضية خلع وكسبتها. علشان كده بتحكي تجربتها لعل وعسى حد يستفيد منها. أنا استنيته لما خلص الجيش وسافر بره علشان يكون مستقبله وينزل يخطبني، وفعلا عمل كده واتجوزنا بعدها على طول. عشت أجمل أيام عمري وقلت أكيد ربنا عوضني وآخرة صبري ده خير، لدرجة إننا قررنا نأجل الخلفة علشان نستمتع مع بعض بشبابنا. وقتها جوزي قرر إنه مش هيرجع يسافر تاني وهيستقر في مصر، ولكن مرينا بأزمة مالية كبيرة خلت جوزي يسافر برا تاني، وبمجرد سفره حاله اتقلب 180 درجة. ما بقاش جوزي اللي حبيته وعرفته خالص، بقى واحد تاني، بقى يتهرب مني ومش بيتصل بيا، ولو حصل وكلمني 3 دقايق بالظبط ويقفل. وفضلت فترة كبيرة كده معرفش عنه حاجة ولا هو يعرف عني أي حاجة. فضلنا على الحال ده سنة كاملة، حالتي النفسية سيئة من إهماله ليا. ولما رجع بعد السنة راح على بيت والدته وما فكرش يسأل عليا ولا يكلمني ولا في دماغه حتى، وزي ما يكون ناسي نتجوز ولا وحشاه ولا ملهوف عليا زي زمان. بقيت هتجنن ومش عارفة ايه اللي قلبه عليا كده، لكن قررت أفوق ومفيش وقت للانهيار. قررت أفهم بطريقتي وبدأت أراقبه، واكتشفت تفاصيل غريبة عنه خلتني أفكر في الانفصال وأدوس على قلبي. أنا عرفت بعد فترة إن جوزي متجوز وعنده كمان ولدين. طبعا انهارت واتصدمت من خيانته ليا وإنه باعني كده، خاصة إنه واضح إنه متجوز من فترة يمكن من بداية سفره. ولما واجهته بكل حاجة اعترف إنها أجنبية، لكن هو هرب من وقتها ورفض الانفصال وفضل معلقني فترة مش عارفة راسي من رجلي، اللي هو أنا متجوزة ومش متجوزة في نفس الوقت. ما كانش قدامي حل غير إن أتخلص منه، ورفعت قضية خلع عليه، ولكن ولا حضر ولا فكر في الموضوع أصلا. وفعلا حصلت على حكم الخلع. أنا اللي قهرني إن بعد اللي عملته علشانه خدعني، وبعد السنين اللي استنيته فيها باعني. أنا ما كنتش وحشة معاه، ليه عمل فيا كده؟ ليه أذاني بالشكل ده؟ بس وسط كل اللي مريت بيه كنت بحمد ربنا في كل سجدة إني ما خلفتش منه، وده طبعا كان بطلب منه. قال إيه؟ نستمتع بحياتنا. حياتنا هي فين حياتي؟ لكن اتضح إن ده لأنه مخلف من مراته التانية. هيعمل إيه بالعيال؟ طبعا كفاية عليه ولاده اللي في الغربة بقى. قصة نجلاء تفاصيلها صعبة، خاصة إن كتير عايشين نفس التفاصيل ونفس الحياة، وكل اللي بيعملوه منتظرين وبيصبروا نفسهم، يمكن علشان خوفهم على خراب البيوت يستحملوا بعد أزواجهم وغربتهم علشان الحياة والظروف الصعبة. لكن مش كل المغتربين زي زوج نجلاء، بس كل الزوجات زي نجلاء. حكاية نجلاء ممكن تخوف بعض الزوجات وتخلي الشك يتملك منهم، ولكن ده مش الهدف من قصتنا، على قد إن الرسالة للأزواج إنهم يتقوا الله في غربتهم ويحافظوا على سمعتهم وبيوتهم، وزي ما زوجاتهم محافظين عليهم في غربتهم. انتوا بقى شايفين تصرف نجلاء ازاي؟ هل عندها حق كانت تخلعه فعلا؟ وتفتكروا ليه واحد مغترب يتجوز على مراته وبدون علمها، بالرغم من انه عارف وقفتها جنبه وانها بتعد الايام والليالي علشان يرجع؟ شاركونا في التعليقات.